الرضا هو جنة الدنيا، فإذا منحك الله الرضا رأيت كل شيء جميلا، ولو سلبك الرضا لن تسعد حتى ولو امتلكت الدنيا كلها. فبالشكر تفوز بالسعادة، وبالحمد تنال الرضا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. يا صباح الفل والجمال على احلى اخوات واحلى صحاب، يا رب تكونوا كلكم بالف خير. وحشتوني جدا جدا. يلا بقى كده فيديو جديد وروتين جديد، نتشجع مع بعض كده ونطرد بقى الكسل بقى، اللي الجو ساقع اصلا والواحد مكسل. فقلت لا، لازم بقى كده نقوم بقى ونبدا كده في تنظيفات شهر رمضان، مع اني انا كنت مأخراها بقول مش هعمل غير في شهر شعبان، بس قلت كده بما اني عايزه اروق مطبخ حماتي فاروقه كده ترويقه من نار بقى، من جوه ومن بره. فان شاء الله فيديو النهارده هيكون عباره عن هنمسك كده المطبخ ننزل فيه كل حاجه من جوه ونبدا ننضفها، ونبدا كده جايبه مفارش جديده هتشوفوها معايا في الفيديو كده. هبدا برضو اقصها كده واخد المقاسات وابدا احطها عندي في المطبخ. فيلا بقى قومي كده تشجعي معايا وصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحطي لي لايك واشتركي في القناه واكتبي لي كومنت حلو منك، ونبدا بقى بسم الله وندخل كده. بدات كده اطلع كل حاجه من مكانها، وبدات كده شلت الورق اللي كانت حماتي حطاه، فبدات كده اشيله وهبدا بقى ارميه، لان طبعا انا جبت كده عندي مفارش للمطبخ فهوريها لكم دلوقتي، هتشوفوها معايا في الفيديو دلوقتي وهقول لكم جايباها بكام. انا جايباها فرد، كنت عايزه اجيب البقره الكبيره بس لقيتها سعرها مرتفع قوي، سعرها غالي، فقلت لا انا هجيب على قد المطبخ. كنت عايزه اجيب ليا لحماتي في مطبخ حماتي الله يرحمها من تحت ومطبخي فوق، بس لما لقيت سعرها غالي فقلت هجيب دلوقتي على قد مطبخ حماتي، وبعدين بقى لما انزل المكان اللي انا ببقى اجيب منه وبتكون الاسعار ارخص من كده هبدا اجيب. هنا بقى جبت 4 متر، المتر كان عامل 35 جنيه، كنت مستغليه بصراحه، بقول له لا المتر ب25، بس قال لي لا هو في منه انواع والنوع دوت نظيف، دوت النوع ده بيتغسل. فالمهم انا جبت 4 متر ب140 جنيه. هبدا طبعا كده اقطع واخد المقاسات، بس طبعا انا بقى قبل ما اقطع باخد المقاسات الاول بتاعه الضرفه، وبعدين بقى ببدا اقطع واحط كده ايه ونبدا نرجع الحاجه مكانها تاني. هو كان شكله كويس، وبعدين قال لي بيتغسل، يعني دوت ده اللي خلاني ان انا اجيبه. قال ان انت ممكن كمان تطلعيه بعد كده بعد شهر بعد 2 وقت ما تحبي وتغسليه عندك بالسبونش عادي وبالصابون وينشف وترجعي تحطيه، يعني مش استعمال مره واحده، لا تستعمليه كذا مره. فدوت اللي عجبني فيه، وقلت حتى لو غالي مش مشكله. فجبت بقى 4 متر وبدات كده ايه زي ما انتم طبعا شايفين في الفيديو كده، خدت المقاسات بتاعه الظرف كده وهبدا بقى ايه افرشها. هنا بقى كنت بكنس كده الظرفه مكان البهارات اللي كانت واقعه في مكان الحاجه اللي كانت محطوطه يعني وكده، انا طلعتها معاكم طبعا زي ما انتم شايفين كده. سامحوني بقى لو في صوت شخير طالع في الفيديو، بس سامحوني لان خالد نايم جنبي وماسك في البيجامه ومش عايز يسيبني، فانا بصراحه لو قمت هيفضل يصوت ومش هعرف ان انا احط في اللي امنتج ليكم الفيديو واحط الفويس اوفر. فقلت لا خليك ماسك في البيجامه وهستحمل الشخير بتاعك عشان ايه امنتج ليكم الفيديو وما اتاخرش عليكم، زي ما وعدتكم الفيديو اللي فات وقلت لكم هحاول على قد ما اقدر ان انا اصور معاكم وانزل لكم فيديوهات باستمرار. بعد كده بصوا بقى انا كنت بعمل ضرفه او ضرفتين، ما حبيتش ان انا ابدا انزل كل حاجه مره واحده وارجع ارصها من اول وجديد. حسيت انه هيكون مجهود عليا، وفي نفس الوقت لو الولاد جم عليا وانا بعمل هيبداوا بقى يشيلوا ويكسروا حواليا، فقلت لا اعملي حاجه كده عشان حتى لو جم عليكي تعرفي انك ايه تلحقي نفسك وتلمي الحاجه كده ايه بدري. فكنت بعمل طبعا زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى بدات كده انزل الكوبايات بتاعه الشاي وبتاعه القهوه وبتاعه العصير وكله. دي طبعا دي الحاجه دي كلها حاجه حماتي الله يرحمها، ربنا يا رب يرحمها ويجعل مسواها الجنه هي وجميع موتانا اللهم امين. طبعا انا يعني منزله عندي بس من الشقه عندي حاجات بسيطه، يعني زي صواني زي حلل حاجه بسيطه، بس يعني الله يرحمها حماتي كانت يعني جايبه كل حاجه في المطبخ بتاعها كل اللي يخطر على بالك. بصوا بقى ما تستغربوش من التليفون اللي محطوط دوت وعليه صورة نصر الدين طوبار. بصوا انا بحب نصر الدين طوبار جدا وطولة اليوم بسمعه وانا بطبخ وانا بكنس وانا بغسل وانا بعمل اي حاجة، لان انا الفترة دي مبطلة ان انا اسمع اغاني. هو صحيح ما بطلتش 100%، بس بحاول بجاهد نفسي اهو ومخليها 70%. فانا بحاول وبجاهد نفسي ان انا ايه ما اسمعش اغاني كتير. فيا ربي كده يعيني ويعينكم جميعا يا رب على الطاعة
والثبات، اللهم امين. هنا بقى بصوا كنت بقى بعد ما نزلت بقى الحاجه كده من الذره، بدات كده افرش خدت المقاسات، وبدات برضو ايه، بدات بقى ارص الحاجه. كانت الحاجه النظيفه كنت بقى على قد بس ان انا بمسحها كده وارجع احطها مكانها، والحاجه اللي انا بحسها عليها دهون او عليها تراب او عليها اي حاجه مكان الركنه كنت بغسلها. بس انا ما صورتش معاكم كل التفاصيل لان الفيديو هيبقى طويل قوي وهيبقى رخم قوي وانا هزهق قوي من الكلام ومش عارفه هبقى اقول ايه ساعتها، فايه كنت بختصر لكم على قد ما اقدر يعني. ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله هنبدا بقى برضو نعمل روتين في مطبخ حماتي، بس بقى هيكون روتين وفيديو كده باذن الله، يعني باذن الله يكون قد ما انا متخيله او قد توقعاتي، يعني باذن الله ناوي اجيب شويه حاجات كده في مطبخ حماتي اجددها، يعني اجدد المطبخ. مش عارفه، بفكر ان انا اجيب السيكر للمطبخ واحط الستيكر عليه، او بفكر ان انا ادهنه، ولو هدهنه بنفسي يعني انا اللي هعمله. فمش عارفه، انا محتاره، فقولوا لي برضو انتوا شايفين ايه، احط الستيكر على الظرف وكده ويبقى شكله بدل ما هو بني غامق كده يبقى اجيب ستيكر لونه كده حلو، يعني يمشي مع حيط المطبخ ويمشي كده مع المطبخ كامل. فان شاء الله كده لسه هبدا كده اقرر واشوف، لا اما اجيب الستيكر لا اما ادهن المطبخ. فربنا يا رب يختار الاصلح واشوف هعمل ايه. هنا بقى كنت ببدأ كده بس غسلت الحتة دي بالمية وبالسلكة وبالصابون، بس بصراحة ما كنتش عايزة اغسل كتير بالمية وبالصابون عشان طبعا المطبخ خشب، وكنت خايفة قوي ان المية تبوظ الخشب او تخليه يقشر وكده. طبعا انتوا عارفين اللي مش مستحب انك انت تغسلي اي خشب تحطي عليه ميه وصابون سائل وتبداي تتعكي بالسلكه وكده، بس الحته دي كان فيها دهون شويه، فايه قلت مش هتنضف غير بالسلكه وبالصابون السائل. بس طبعا كده في اخر الفيديو هتلاقوني طبعا جبت المنظف بتاع الخشب، وهبدا طبعا ارش كله على المطبخ وابدا ايه هدعكه كده معاكم طبعا زي ما هتشوفوا دلوقتي في الفيديو. عارفين المطبخ دوت عمره قد ايه؟ يعني اكتر من 20 سنة. كانت حماتي جايباه بعد جوازها بحوالي 10 او 15 سنة من بعد الجواز، فبقاله 20 سنة. بس ما شاء الله حماتي كانت شاطرة ونظيفة وكانت محافظة عليه، يعني لما كانت تيجي ضرفة تتخلع او تتكسر كانت على طول تجيب النجار يعملها لها، وكانت دايما تنظمه برضو من جوه. كانت تجيب ورق الجرانيت كده تبدأ تحطه في المطبخ وتبدأ ترص عليه الحاجة. كانت بتعمل على طول يعني تنظيفه ليه كل شهر تبدا تنزل الحاجه وتنظفها. هي كانت ما شاء الله عليها، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتها، لان هي كانت شاطره ونظيفه ومرتبه وكانت فيها كل الصفات الحلوه. فربنا يا رب يرحمها ويجعل مسواها الجنه، اللهم امين يا رب. لو وصلت بقى معايا لحد هنا حط لي بقى لايك، وما تنسيش تشتركي في القناه، هتلاقيها عندك بالاحمر تحت، هتضغطي عليها وتفعلي زر الجرس، وما تنسيش تكتبي لي تعليق حلو منك. هنا بقى نزلت على الضرفه اللي تحت بقى، هنا بدات طبعا الحاجات اللي فوق دي حاجتي انا، الصواني والحلل اللي انا كنت عاملاها بالطلاق. على فكره في حد سالني كذا سؤال جالي، ايه دينا تجربتك بعد ما عملتي حلل وطلتيها يعني بالطلاق اللي هو الجرانيت الكوري، ايه رأيك فيها؟ بصراحة والله العظيم تحفة تحفة تحفة. وانا كنت عامله لكم فيديو قبل ما اودي الحلل تنطلي وكده، كنت موريكم الحلل كانت عامله ازاي وشكلها كان عامل ازاي. بس طبعا ده كانت على قناتي القديمه اللي انا كنت بعتها. فطبعا الحلل ما شاء الله انا لحد دلوقتي بعمل فيها وبسلق فيها وبطبخ فيها وبعمل فيها كل حاجه. والله الحلل ما شاء الله تحفه. انا كنت عاملاها وبعد ما عملتها يعني كانت لسه مش جاتلي، ففي ناس خوفتني وفيها صحابي قالوا لي لا بلاش يا دينا، ده مش صحيه، ده مش حلوه، ده كانها ده منها، وبترجع تقشر تاني وبتعمل تبوظ تاني. فبصراحة كنت عايزة ألغي الأوردر، واتصلت فعلا وكنت عايزة ألغيه، بس صاحبة الشغل قالت لي خلاص الأوردر بتاعك خلص وكلها يومين وهيكون عندك. فقلت خلاص مش مشكلة يا بنت جربي وشوفي. وفعلا أقسم بالله جربت، بس حرفيا تحفة تحفة تحفة. وإن شاء الله هبدأ أعيد التجربة تاني ومش هبطل، يعني لما يكون عندي حلل مش عاجباني وكده هبدأ أطليها عادي جدا بدل ما ارميها. وعشان تبقى عارفين أوقات بنروح نجيب حلل اللي هي تبقى مطلية سواء كوري سواء جرانيت برضو بتقشر مع الاستخدام، بتلاقيها بتبدأ القشرة اللي عليها أو الطبقة اللي عليها دي تبدأ تروح. ففي كل الاحوال بتروح يعني. وبعدين برضو انا لما سالت واتاكدت في الموضوع دوت قالوا لي اصلا تبقى الحلل عباره عن حلل المونيا وبتروح بقى تنطلي. يعني انا اصلا جوز اختي شغال في كده، قال لي الحلل بتكون المونيا وبعدين بقى بيروحوا تنطلي يعني بنفس الماده اللي انت بتروحي تطلي بيها الحلل،
وبتبقى معاكي بقى يقولك دي حلل جرانيت كوري، دي حلل ابصر جرانيت ايه، دوت تركي، دوت ابصر ايه. فحسها هي يعني، وكل واحد يبدأ يعمل ايه اللي يريحه. بس انا بما انكم سألتوني فانا بقولك والله التجربة بصراحة تحفة، وان شاء الله هبدأ اعيدها كمان. طبعا لو جينا حسبنا السعر اللي بنروح نشتري بيه طقم الجرانيت الكوري اللي معدي ال25,000 جنيه، سعر مبالغ فيه قوي. فكل واحد بقى يعمل اللي يريحه. هنا بقى بدأت كده ادخل بقى على غدا. انا بعد كده ما رصيت المطبخ عندي، قلت بقى كنت عايزه بقى امسحه كده، بس قلت بقى بعد ما اجهز الغدا، لان طبعا كانت الساعه 2، فقلت لا لازم بقى الحق ان انا اعمل الغدا. انا بقى كنت جايبه الصبح بساريه زي ما قلت لكم في الفيديوهات القديمه او الفيديوهات السابقه اللي قبل كده، ان انا كل خميس بيجي بتاع السمك عندنا، بيجيب انواع السمك اللي تخطر على بالك واللي ما تخطرش. فبصراحه كنا عايزين ناكل بساريه، واحنا اصلا بيت بيعشق البساريه، سواء مقليه او سواء صينيه، ايا كان في اي حاله احنا بنحبها. بس اكتر حاله بنحبها تكون مقليه. فطبعا هنا بقى ايه، بصوا بقى ما تاخدوش بالكم كده، انا كنت بكلم اختي كانت واقفه جنبي وعماله اشاور لها واقول لها ابصر ايه وكان ومان وكده. هنا بقى هبدا اتبل عندي البساريه. تبلتها بايه؟ بنص معلقه من الثوم، عليها كده شويه من الكمون وشويه من الكزبره وشويه من الفلفل الاسمر وشويه من المبريكا وعصير ليمونه، ومعايا كده معلقه من الخل. وهبدا كده اقلب كده طبعا زي ما انتم شفتوا كده، وهنزل على البسارية عندي وهبدا اقلبها واسيبها كده حوالي 10 دقايق قبل بقى ما اعمل عندي البسارية. هبدا كده اعملها صينيه، بس صينيه على عند البوتاجاز، يعني مش هدخلها الفرن. عندي برضو كده نص معلقه من الثوم، نزلت عليها كده عندي بقرن فلفل حامي وقرن فلفل بارد وعودين من الكزبره وعودين من الشبت، وهبدا كده احطهم برضي كده اخرطهم عندي في الهون. بصراحه بقى انا بحب اعمل الطريقه دي في الهون جدا، لو عندك كب اعمليها عادي. وهبدا كده برضو معايا حبتين من الطماطم، وهبدا طبعا كده ادق كده عندي كله في الهون. هجيب طبعا شويه ميه صغيرين، ما تكتريش ميه، لان طبعا الخضار بعد ما يبدا يغلي معاكي ويفور معاكي هيبدا ينزل ميه. وما تنسيش طبعا اهم حاجه معلقتين من الخل. وابداي بقى طبعا انزلي بالبهارات عندك، كزبره، كمون، فلفل اسمر، ملح، بابريكا، وشويه شطه. ما تنسيش الشطه لما بتكون حراقه بتكون طعمها في حته تانية نهائي، بس طبعا ده يرجع لك. وفي الاخر بقى هنزل كده عندي بحوالي 5 او 6 معالق من الزيت. وانا بحب بصراحه اضيف عليها الزيت اللي هو الزيت المقدوح، بصراحه بحسها ان بيديها طعم مختلف كده عن ما بتحطي الزيت من الازازه. وعادي برضو، بس طبعا انا بقول لكم اللي انا بحبه يعني. هبدا طبعا كده اجيب البسارية عندي وابدا احطها كده عندي على الدقه اللي انا عملتها لها او الخلطه او الخضار اللي انا عملته، وهبدا طبعا كده اقلبها كده كويس. ممكن بقى في الحاله دي تدخليها الفرن حوالي كده 10 دقايق او اقل كمان على حسب الفرن بتاعك، وتبداي تطلعيها. بس طبعا انا هحطها عندي على الفرن البوتاجاز على العين البوتاجاز كده. وعايزه اقول لكم هي ما بتاخدش سوا نهائي، يعني حوالي 5 دقايق بالكتير وتبداي تطفي عليها عشان ما تتهريش منك. هاجي بقى هنا عندي دقيق، هبدا كده اخد شويه من البسارية وهبدا كده احطهم عندي في الكيسه، وهبدا طبعا كده ايه بايدي كده وابدا اقلب البسارية مع الدقيق كده جوه، وهبدا طبعا اطلعها وهبدا بقى اقليها. وبصراحه بقى الطريقه دي انا بعشقها بعشقها بعشقها. انا بصراحه لما جبتها كده قعدت عليها نضفتها، هي تنظيفها بياخد وقت شويه، بس انا قلت بما انك كده طازه فانا هعملك طازه مش هحطك عندي في الديب فريزر. فبصراحه سعرها كان حلو، كان الكيلو عامل 40 جنيه. كان في برضو معاه بوكس تانية كان الكيلو عامل فيها 30 جنيه، بس كانت اصغر من دي. فانا قلت لا يعني دوت حجمها كده كويس، مش لو لقيت اكبر كنت جبت اكبر، بس كان دوت ده اللي كان معايا، كان الحجم دوت والحجم اللي اصغر منه، فالحجم ده كان مناسب جدا. هبدا طبعا كده احطها عندي في الزيت. طبعا زي ما انتم شايفين كده النار طبعا تكون نار متوسطه، يعني تكون الزيت عندك سخن قوي بس على نار متوسطه، عشان لو عليتي النار قوي الدقيق اللي في البسارية هيبدا ينزل عندك في الزيت وهيتحرق معاكي بسرعه، وتبقى البسارية عندك طعمها مر، لانها طبعا لما تيجي تقليها في الزيت هتشرب من الدقيق المر دوت، فهيبدا يمرر البسارية. فخلي بالك من الخطوه زي دي. هبدا طبعا كده اول ما تبدا تتحمر معاكي كده او تاخد لون معاكي طبعا زي ما انتم شايفين كده، تبداي ايه تطلعيها. هي ما بتاخدش وقت خالص اصلا على النار، يعني دقيقتين 3 بتبدا تتحمر معاكي. بس عايزه اقول لكم انا بعشقها، طول ما انا كده بقعد اقلي فيها بقعد انا كده ممكن اكل لي نص طبق وانا قاعده كده ايه بقلي فيها من كتر حبي فيها. وعندي برضو البيت كله الولاد وكلنا بنحبها. هبدا طبعا كده اعمل جنبها بقى رز حبه وحبه، اللي هو الرز الاصفر ورز بيضه،
وهنعمل بقى سلطة كده ونبدأ بقى نظبط الدنيا. بصوا بقى دوت بقى الصنف التاني، انا لازم اعمله حتى لو هعمل سمك باغة برضو لازم اعمل صنف زي كده اللي هو بالدقة او بنقول عليها بسارية سلمون ايا كان بقى انتوا بتقولوا عليها ايه، بس لازم اعمل برضو بالدقة كده عشان طبعا حماية بحب الاكل اللي بالعيش جدا، هو مش اكل رز نهائي يعني، يوم ما ياخد معلقتين رز يبقى كرم من عند ربنا ان هو كان رز اصلا، بس طبعا انا لازم اعمل له حاجة ايه بعيش يعني وكده. هنا بقى كنت خلاص بشطب كده عندي في البسارية، او هخلص بقى بقية الكمية وارجع لكم عشان طبعا الفيديو ما يكونش طويل عليكم. هنا بقى كنت خلصت عملت بقى رز، وهنا بقى البسارية بالدقة، وهنا بقى المقلية وشوية سلطة وخس كمان، وحمصت بقى كده عيش بتاع الطابونة، وده بس كده كان ده غدينا النهارده. خلصت بقى شطبت المطبخ، هنا كنت بوريكم المطبخ ان انا غسلت المواعين وشطبته. هبدا طبعا كده اخر حاجه بقى كده هبدا اعملها عندي في مطبخ حماتي، ان انا طبعا هبدا اشيل الستيكر ده، انه طبعا اتقطع بقى شكله مش ظريف خالص، فان شاء الله باذن الله الفيديوهات الجايه هتلاقوني بقى جايبه ستيكر جديد للرخامه والستيكر اللهم صل على النبي للمطبخ عندي. فان شاء الله كده ايه الفيديوهات الجايه هتكون فيديوهات حلوه، فعايزاكم كده بس تشجعوا معايا، وعاوزاكم تحطوا لي لايك لانكم بصراحه مقصرين جدا في اللايكات معايا، مش بتحطوا لي لايك على الفيديو نهائي، بقى الفيديو جايب مشاهدات كويسه والاقي اللايكات عددها قليل جدا، فاللايك مش بفلوس وربنا، حطوا لايك عشان كده بحس يعني ايه ان الفيديو عجبكم لما بتحطوا لي لايك. هنا بقى كنت اخر حاجه خلاص كنت هبدا كده امسح المطبخ، بصوا انا رشيت عليه كله منظف بتاع الخشب وسبته كده 5 دقايق، وجبت بقى فوطه من فوطه المطبخ وهبدا كده ايه امشي عليها على الخشب عندي كده او على الظرف عندي كده، عشان طبعا لو في اي دهون مكان المنظف كده اكلها او نزلها ابدا كده ايه الفوطه تطلعه. وبكده بقى فيديو النهارده يكون خلص، يا رب تكونوا اتشجعتوا منه واستفدتوا منه، فاشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وروتين جديد، بس بقى ما تنسوش انك تحطي لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس وتكتبي لي تعليق حلو منك.